ألف مبروك للسوريين. 2026 رح تكون بدون عقوبات على سوريا بما فيها قانون قيصر. صوت مجلس النواب الأمريكي قبل شوي الكونغرس على مشروع ميزانية وزارة الدفاع اللي بيتضمن إلغاء قانون قيصر بشكل كامل. حصل التصويت بموافقة 312 عضو من الكونغرس مقابل 112 عضو من الكونغرس، تصويت بأغلبية ساحقة على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل وغير مشروط عن سوريا. 2026 راح تكون بدون أي عقوبات بإذن الله. مبارك للسوريين، ألف مبارك للسوريين. من حقنا بذكرى تحرير سوريا، بذكرى سقوط نظام الأسد، أنه نفرح أكثر بإزالة كل العقوبات بما فيهم قانون قيصر اللي كان مكبل البلد، اللي كان مقيدنا كلياتنا. سوريا عام 2026 راح تكون بدون أي عقوبات. القانون أو ميزانية وزارة الدفاع بعد تصويت الكونغرس اللي كان هو المرحلة الأصعب لأنه كان في كثير من أعضاء الكونغرس معترضين على إزالته، بعد ما جاوز الكونغرس راح يروح على مجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ راح يصوت عليه بشكل تلقائي. أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ مع إلغاء القانون، وبعدها راح يكون على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليوقع عليه بشكل أوتوماتيكي ولتكون سوريا بدون أي عقوبات. السوريين بيستاهلوا كل الشكر للدبلوماسية السورية، كل الشكر للسياسة السورية اللي أزاحت عن سوريا كاهل العقوبات بشكل كامل، كل الشكر للسوريين بأمريكا، للسوريين الأمريكان اللي بذلوا جهود كبيرة لصالح إلغاء العقوبات. الشكر لهم فردا فردا، ما راح أذكرهم بالأسماء لأنه كان الكل عم بيشتغل، بعرف في كم اسم كانوا مميزين. لهم كل الشكر من ساحة الأمويين من قلب دمشق، كل الشكر لكل حدا كان عم بيساهم بإزالة العقوبات. في سيارات بدأت تمشي بالشوارع ساعة يمكن 2 بعد نص الليل، سيارات عم ترفع أعلام الثورة، أعلام البلد، أعلام سوريا، فرحاً بإزالة العقوبات. السوريين ما عم تنتهي أفراحهم، نسأل الله أنه ما بتنتهي أفراحهم لأن بالباق لهم. ولا عزاء للفلول، لا عزاء للانفصاليين، لا عزاء لكل حدا كان عم بيحاول يخلي العقوبات. سوريا رح تكون بدون أي عقوبات. تستاهلوا، تستاهلوا يا أهلي بسوريا. ألف مبارك.